هتكلم على قناه السويس. تمام. قناه السويس احنا بنبص لها حتى هذه اللحظه بشكل اساسي كمجرى مائي وبعض الخدمات اللي حواليه. شاط ميه. لا، ما هو اهميتها ايه؟ انا راجل بحب الكوره وراجل اهلاوي كده متعصب يعني. أنا زي بعتبر مصر 80% او 90% اهلاويه، زملكاويه اصدقائي بيزعلوا كويس. لكن على العموم الكوره فيها، هطلع لاقتصاديات الكوره دقيقه واحده واقول ايه اهميه اقتصادات الكوره بالنسبه لقناه السويس. حسن انت حصل لك ايه بتتكلم كوره لقناه السويس؟ كوره اهميتها انه لما بتبني استاد بتقدر تجيب الناس على الاستاد، صح؟ لانه يشجعوا الفريق اللي هو في هذه الحاله الاهلي او الزمالك او مانشستر يونايتد او برشلونه. فقدره خلقك وجذب الناس داخل هذا الاستاد بيخلق ايرادات لشركات الكوره او فرق الكوره، مش بس التذاكر، بتبيع حاجات مش عارف، حقوق تيشيرتات، اكل شرب، سبونسر شيبس وخلافه. لانه عندك الترافيك، عندك الناس جايه لك وعندك المشاهدين على التلفزيون هيبصوا عليك. انت عندك اهم مجرى مائي في العالم كله، عندك مجرى بتعدي فيه السفن رايحه جايه كل يوم، الترافيك بتاعك اللي مقابل لاستاد الكوره بيعدي قصادك يوم طالع ونازل. يبقى ماذا تستطيع ان تفعله في التجاره العالميه حوالين هذا الاستاد، حوالين هذا المجرى المائي اللي بتعدي فيه مضطره الناس، لانه بتحب زي بتحب حضرتك النادي الاهلي وانا بحب النادي الاهلي، زي مش عارف انت اهلاوي ولا لا يعني، لكن بشجع منتخب مصر. اوكي. وانا كمان بس يعني ممكن اشجع بس لا كمل. لا بس فكره جيده، انت هتستغل فكره ان الناس رايحه على الاستاد، اذا تقدر تعمل بقى شوبينج وتقدر تبيع لهم كويس، وناس بتعدي اجباري على قناه السويس. هدي حياتك جبل علي، منطقه جبل علي في دبي خلقت من ولا حاجه، لانها قدرت ان تخلق لوجيستكس، صناعات وخدمات و مرتبطه بالشحن والتفريغ وكل الكلام ده. وانا عندي هذا المجرى المائي، يجب ان يكون عندي خطه متكامله لكيفيه تحويل قناه السويس من مجرى مائي وبعض الخدمات المرتبطه به الى انه تبقى حركه تداول حاويات بحجم يعني. شوف النهارده كان الناس بتتكلم على جبل ولا منطقه في الصين عامله ازاي، ولا في جبل، انت عندك الترافيك معدي عندك، فانت لازم تكون بتنمي. الشق الثالث او المشروع الثالث السياحه. احنا السياحه ليست فقط يعني خليني اقولها ازاي، السياحه واحده هتبقى من اهم مصادرك للعمله الاجنبيه، احد اهم مصادرك للعماله، احد اهم مصادرك ان تجذب وراها المصانع اللي بتنتج اللبن والاكل والشرب وخلافه اللي بيستخدمها السياح. لا يجوز في هذا الملف الكلام العام، ولا يجوز اللعب بيه مش عارف هيجي السايح، متاسف اقول لك كده، هحطه مش عارف ايه وهخليه ما يشرب، مش هيجي لك، مش هيشرب، مش هيجي لك. لا اشرب خمره يعني. بالظبط كده. ففي هذا الملف انت عندك قدره، هذا البلد عنده قدره انه يتحول من 10 مليون سايح على الاقل، او كانوا الرقم 10 12 مليون ل 50 مليون سائح. يجب أن نسخر هذا الوطن في معظم سياساتنا إلى كيف نستطيع. الأرقام اللي ممكن تجي لنا وراء السياحة كبيرة. أنت عندك كل طفل بيطلع في أوروبا وفي أمريكا في أي حتة، أول حاجة بتعلمها في كتب التاريخ الفراعنة. فأنت أنت موجود على الخريطة. دعم قطاع السياحة بيكون واحد، إنه طبعا كل ما بيشوف أحداث مع الأسف بتؤثر في قرار السائح. اما لو انت قلت لك بكره الصبح انه في مظاهرات بتؤثر، انا هنا لا اقول انه لا يجب ان يكون هناك مظاهرات، عشان بس انا مش عاوز مش هو ده الموضوع، لكن بقول انه بالتاكيد الصراحه السياحه بتاثر. لو مظاهرات سلميه زي اللي بنشوفها في بره والناس تروح خالص، يعني المشكله في ضرب النار والطوب والقصص دي. اظن انه تاثر الموسم السياحي، واحنا المخطئين كلنا كوطن في ما حدث للسياحه. بس انا عايز اقول حاجه، معلش حضرتك جبت سيره المشروعات القوميه، طبعا احنا مش بنتكلم المشروعات القوميه في فتره حكومه الدكتور الجنزوري الا اذا امتدت، يعني الله اعلم ده يحصل ولا لا. بس انا مثلا حاجه زي قناه، زي مشروع قناه توشكا ده، انا من ساعه الحقيقه انا كنت فاكر، انا كنت بساعد استاذي الدكتور مصطفى كامل السيد في مركز، هو كان مدير اسمه مركز دراسات وبحوث الدول الناميه، وما شفت حد ساعتها الا واشتكى انه ده فشل المشروع ده. مين اللي هيروح جنوب مصر؟ الناس هتسيب الشمال وتنزل، الدنيا حر والبحر مش عارف ايه والفلوس ايه وايه والزراعه إيه، يعني مستقبل العالم مش في الزراعه، ده ممكن في الصناعه، ويجوز يكون زراعه بس قايمه على يعني هل احنا اخطانا في مشروع توشكا ولا انا مش بتكلم في الموضوع ده؟ لا، أمانة ليس لدي الخبرة الكافية نتكلم في هذا الموضوع. يعني هذا نرجع لموضوع الركبة.
والكلى والبتاع، انت محامي متخصص. هو بص، اصل انت مجرد انك تقول لي ما اعرفش ده يعني خارج عن السياق العام عند الناس. لا يا فندم، لا اول مره ضيف يقول لي ما اعرفش. لا احلى حاجه. نرجع تاني لمدير المستشفى ونرجع تاني للدكتور. ليس حقيقي ان كل خبير اقتصاد او حد يدعي انه عنده حاجه راي في الاقتصاد يقول رايه في كل حاجه. زي ما تقول لي ان مهاجم الكوره هيبقى واقف في الجون، مش حقيقي. يعني حتى داخل فريق الكوره في تخصصات، في الطب في تخصصات، في كل مش بس عشان دكتوراه في الاقتصاد او دكتوراه في السياسه يبقى اعلم بجميع الامور السياسيه والاقتصاديه، مش حقيقي. ده صحيح. نقطتين عشان عارف الوقت قرب. اتفضل. إعادة الهبة الدولة في تعاقداتها، دول اخر 9 و10 من الروشته الطويله. ودفع بالظبط، ودفع الاستثمار. تمام. أنا رأيي ما حدث للقطاع الخاص المصري، أنت شفت آرائي في 1 و2 و3 و6 و8 ومش عارف إيه وضريبة هنا وبتاع. ما حدث، أنت عندك قطاع خاص مصري يشرف هذا البلد، وتعرض في رأيي في آخر فترات آخر فترة إلى إنه قد تكون فترة ريبة وشك، قد تكون فترة إنه ومفهوم من منطق الثوري كويس. لكن أما وإحنا في هذه المرحلة فهناك شركات تفخر بها مصر، هناك رجال أعمال تفخر بها مصر، هناك ناس أضافوا لهذا البلد مصانع، هناك ناس بنوا عمران في هذا البلد، هناك ناس يجب يحموا، مش يحموا يعني مش حماية ضد فساد أو حماية ضد أنا بقول لك حط ضريبة على الثروة، حط ضريبة، لكن حماية إنه يعني ما تحاولش كل واحد رأسمالي أو كسب يبقى حرامي ونصاب، يعني مش كده ولا فاهم؟ صح 100%. ومش بس كده، يعني أظن حتى وبرجو يعني في هذه اللحظة إنه هذه اللحظة محتاجة لتكاتف جميع الناس، محتاجة إنه كل الناس تنسى الخلافات والمصالح الضيقة، ومحتاجة نتجمع بصرف النظر مين أغلبية ولا مين أقلية، بصرف النظر المجلس الأعلى هنا ولا هنا هو، بصرف النظر مين جاي رئيس جمهورية، بصرف النظر نستطيع أن نختلف على التعديلات الدستورية، موافق. لكن فيما يتعلق بالاقتصاد، لأنه البلد لا تستحمل، لأنه تبعات ذلك مع الأسف سيئة، لأنه فترة النقاهة المترتبة على عدم الفعل أو التردد في الفعل أو عدم الفهم تكون كارثية. أنا بقول عاوز تشغل الناس بقى بعد ما اديت لهم بدل بطاله، طب لازم في النهايه الاقيهم حته يشتغلوا فيها، صح؟ مش هنفضل ندفع بدل بطاله طول عمرنا، صح؟ تمام. وعاوز الفلوس تجي لي من صادرات. هناك قطاع خاص في مصر يجب ان ينمى، هناك قطاع وتقول لي طب حسن ليه مش القطاع العام؟ هقول لحضرتك واحد، انا ما عنديش مشكله في القطاع العام، لكن بقول ان الدوله ليس عندها اموال. انا عاوز اقول لو الدولة عندها فلوس يا سيدي خلي القطاع العام يعمله، بس أنا بقول حاجة، الدولة ليس عندها سيولة، دولة مديونة، الدولة ما عندهاش قدرة على الاستثمار مع الأسف إلا بأرقام قليلة. هتقولي حسن طب النظام المصرفي المصري فيه تريليون جنيه متأسف ودايع مستخدمة كمان تقريبا، يا إما لقروض يا إما لأذون خزانة لتمويل الدولة، فبالتالي خارج إنك تطبع فلوس. طب تطبع فلوس يعني إيه؟ يعني تضخم. لأي حد في الاقتصاد هتطبع فلوس على نفس السلعة، وقد يكون يعني بدينا نطبع بعض الفلوس، لكن أنا بقول لحضرتك إنه التعامل مع القطاع الخاص، والقطاع الخاص ما هوش بس رجال أعمال، القطاع الخاص المصري هم شركات كتيرة، هو حتى المزارع، الفلاح ده يعني قطاع خاص، صح؟ اللي عنده حتة أرض بيزرعها، اللي بيعمل عنده ورشة، كيف واحد نتعامل مع القطاع الخاص المصري على انه جزء من نسيج هذا الوطن، مش انه متهم ومش انه مش حقيقي. مش حقيقي يعني لا، ده 70% من العماله في مصر قطاع خاص 100%. يعني اقصد لو انت بتطفش رجال الاعمال او بتطلق عليهم الفاظ سلبيه او تقول انه منتسب للفتره الماضيه وبالتالي يبقى كل ما العهد البائد يبقى لا يعقل، لا يعقل انه نصف رجال اعمالك النهارده ولا ليسوا ليس عليهم اي حاجه متعلقه بالفساد. ما هو بدليل ما دخلوش يعني ما دام لسه بره يعني نصهم في لندن حتى. كويس، لا يعقل. وده جزء ده جزء من نسيج هذا الوطن، مش حقيقي يقعد عارف اول حد بقول كده نص المشاهدين يقول لك يتفلقوا يقعد، مش حقيقي. هو برضه انا فاكر اصل انا عملت ماجستير اقتصاد، فانا فاكر واحنا بندرس الحاجات اللي علاقه بالبرايس ثيوري والكلام ده، كان يقول لك عقليه الانتربرينور او الشخص الرائد في مجال الاعمال هو عقليه بتبقى عاده موجوده بس في نسبه 5% من المجتمع. يعني الشخص اللي يقدر يبني شركه، ياخد قرض، ما هو ده طبيعي، ياخد قرض ويجمع عمال ويعمل منتج ويعمل له ماركتنج او تسويق والى اخره، دي مش كل الناس. فانت الناس دي هي بطبيعتها
نسبه قليله من المجتمع. فانت يعني الموضوع مش انك بتبني كشك، مش بتعمل كشك ولا محل، ولا انت بتعمل حد يقدر انه يدخل العناصر دي كلها على بعضها ويطلع لك جهاز. وجزء من عناصر الانتاج. يعني هقول لك حاجه، اما تبص على ما يحدث، وانا لا ادعي انه لا عشان ما حدش يفهمني خطا، ما بقولش ان دول زي ده، لكن اما تبص على الثوره المعلوماتيه والتكنولوجيه في الولايات المتحده الامريكانيه وقدرتها على فرص عماله وفرص مرتبطه بانك متاح لهم انه ما يصحاش كل يوم في الصبح يلاقي نفسه مرعون سنسفيل مش عارف ايه في كل حته، صح؟ على حاجه ما يعني قصاد انك بتقول يعني هذا هو التوازن. مش حقيقي انها يا ابيض واسود. أنا لا أطلب إنه رجال أعمال البلد، ولا أطلب إنه الناس اللي طورت وبنت وخلافه إنها تعامل على راسهم ريشة على الإطلاق، لكن قصاد كده هو يعاملوا بعدل. لا نغتالهم معنويا يعني. تمام. طب بس أنا هقول حاجة كمان، بس دي لازم أقولها عشان أكون أمين. يعني إنه أنا أتذكر جيدا إنه كان في لقاء ما بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجموعة من رجال الأعمال، وطلعوا توصيات كتير قوي حتى بعضها يعني بس انا ما اعرفش راحت فين. وانا ده كان ايام حكم الدكتور عصام شرف. انا قلق، وكان نقطه يعني الكلام دايما انه رجال الاعمال بيقول احنا عندنا بعض المشاكل الاداريه اللي مش هتكلف الدوله حاجه، انما الفكره كلها انك انت بتحط لي مثلا مطلوب مني 25 موافقه على حاجه. طب وانا ايه اللي يجبرني اذا كنت انت بتعقد لي الاجراءات؟ طب ما انا اخد الفلوس واطلع بيها بره. فبرضه الدوله مطالبه. يعني سهل انك انت تعوم في حمام سباحه، صعب في ميه، صعب انك تعوم في حمام سباحه في طحينه، عارف حضرتك اقصد ايه، ولا عسل ولا بتاع. احنا برضو عندنا مشاكل اداريه واضح انها حتى هذه اللحظه لم تحل. حضرتك توافقني في الكلام ده؟ بالتاكيد، واظن انه يجب الاهتمام بده. يعني انا اظن هذه هي فتره يجب جميع النسيج الوطني كله يتجمع ونتعامل ببعض من العقل، لانه سهل قوي. يعني عاوز تقول على طب ما انت عندك جميع القطاعات. انا في رايي يعني لو عاوز تتكلم على الاخطاء، ما في جميع اخطاء. لا هيك صح. يعني حاسس مش عاوز خلينا لا قول لو عايز بس يعني. لا بقول حتى مثلا مش مهم، خلينا من تمام. السيلف سنسورشيب ده انا احترمه. انا مش لا اصل لا، لان ما هوش الموضوع ما هوش فتح الموضوع هو يعني. بالظبط كده. الموضوع هو هذه هي اللحظه، هذا الوطن بيتعرض لمشاكل عصيبه، قادره ان احنا بعقولنا وارادتنا وبعض انا بقول بعض من الخيال وكثير من الاراده وكثير من العلم تقدر تحل معظم هذه المشكلات. وهذا البلد عنده المقومات انه يقوم. هذا البلد ليس امه مهزومه نتصرف على اننا خلاص خلصنا، مش حقيقي. قمنا بواحده من اعظم الثورات، وهتكتب عنها في رايي بعد 20-30 سنه انها لا تقل في اهميتها عن الثوره الفرنسويه او بصرف على الثوره الروسيه او الثوره ايرانيه، وهذه الثورات غيرت مجرى التاريخ. وجاءت الثوره بهذه السلميه بهذا التغيير وملهاش قائد. يعني ميزتها ان انتوا الناس بتتجمع على الحس والنبض العام اللي بيودي الناس الى الميادين لتغيير النظام. عايزينه بقى يستمر معانا في مرحله البناء كمان، يعني مش بس في الثوره ولكن في النهضه، ان هذا الحس الشعبي المصري الوطني الخالص بلا قياده بالمعنى يعني المادي لشخص يستمر